معايا 56 جنيه. تعالى يا ابني افرض يا ابني. معايا 56 جنيه. خش يا طيب. خش يا طيب. خش يا طيب. رد عليه. رد عليه. رد عليه. معايا 57 جنيه. معايا 57 جنيه. 58 58 معايا 58. معايا 60 وقسما بالله ما كسبان. حمام محشي بالصلاه على سيدنا الله اكبر. طالما قررت ان انت تشتري فاكهه فانت لازم تيجي سوق العبور علشان خاطر تشوف انواع الفاكهه اللي تعرفها واللي ما تعرفهاش، وفوق الانواع دي كلها اهم حاجه السعر. تعال بقى نبدا بايه؟ قال النحيف والتاكسي، عندهم شويه حاجات لوز اللوز. تعال ندخل نتفرج ونشوف الاسعار والدنيا اللي جوه عندهم عامله ازاي. تعال معايا. تعال بقى يا معلم مصطفى بعد اذنك. الاول بصوا الراجل ده ما شاء الله، يعني السماحه اللي في وشه تخليك كده تبقى جاي متكيف وانت بتتفرج. بص بقى معلش واحده واحده كده، قول لي احنا يعني ايه اللي موجود عندك؟ حاضر. ايه ده؟ ده اناناس شجر من ماليزيا عادي مش سكري. حلو جدا. ماليزي. ماليزيا. بص يا سيدي، علشان برضه تبقى عارف ان انت لما تيجي تجيب اناناس او تيجي تجيب فاكهه مش شرط ان انت تسافر او تجيب من بره. عندك اهو اناناس ماليزي. نكمل بقى واحده واحده. اناناس سكري. اناناس سكري. اللي يصلي على النبي يكسب. صلى الله عليه وسلم. اتفرج كده، اناناس سكري ماليزي. تعالى صلي على الرسول. صلي على الرسول. صلى الله عليه وسلم. ده يلا بينا. الله اكبر. مش من بره ولا حاجه، ده صنع بلدنا. الله اكبر. باشون فروت انتاج مصري. السعر ده البونت ده ب 50 جنيه. الله اكبر. بنعمل عليه عرض ساعات بيبقى ب 40 جنيه. بعدين ركز، التفاصيل هنا مهمه. بص الحبايه مش دبلانه، الحبايه دي لسه صابحه. بص حتى العين بتاعها لسه اخضر زي ما هو. خش عليها في اللي بعده. دراجون فروت. ابيض ولا احمر؟ ابيض. ابيض. بكام الكيلو؟ الطبق ده ب 125 وممكن نعمل عليه عرض ب 100 جنيه الطبق بس. اتفرج علشان تعرف ان انا بجيب لك التقيل كله. دراجون فروت ابيض، الطبق ده ب 100 جنيه. بص الحركه دي اهو شايف؟ ولا سكاكين ولا بتاع، الراجل ما شاء الله عليه معلم. البلدي يوكل. يلا بينا. الله اكبر ما شاء الله. الحق بقى العرض ده علشان خاطر الدنيا ممكن ايه يعني الوقت ممكن ما يسعفكش. بسم الله. بسم الله. بعد اذنك يا فنان. حبيبي عالمي. ونسبة السكر اللي فيه عالية جدا. اللي لفت نظري هنا بص الافوكادو الحبايه قد ايه؟ انا طبعا اللي كنا بنجيب الافوكادو الهاس والكلام ده، بس بص عندك كده شكل الافوكادو عامل ازاي. اتفرج على كل الاصناف قدامك كذا حجم. بص حبايه الافوكادو ما شاء الله يعني واخده وضعها بالزياده، يعني ما شاء الله لا قوه الا بالله. بكام الكيلو يا معلم؟ الكيلو ده ب 60 جنيه لغايه 50 جنيه. الكيلو من 50 ل 60 جنيه. خش بقى على الجنزبيل بتاع الصين ده. الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد. ما شاء الله. بص الله اكبر، حبايه الزنجبيل شكلها عامل ازاي؟ جميله جدا. ده رهيب. ده من اكتر الحاجات المفيده جدا للجهاز المناعي هو الزنجبيل. تاخده كده زي ما هو تحطه على السلطه، تبشره وتاخد الميه بتاعته مع شويه ليمون ومع نقطتين عسل، الدنيا تظبط معاك. حصل. توديك في حته ثانيه خالص. 10 على 10. الجنزبيل الكرتونه دي 5 كيلو من 800 ل 750. التفاح الاحمر ده احمر يوناني مستورد. شايف انت شكل التفاح عامل ازاي؟ الحاجه لافت فيها جدا المنظر ان هي كلها ما شاء الله فريش، كلها بحالتها، ما تلاقيش في حبايه مضروبه، ما تلاقيش في حبايه مفعوصه، شكلها ما شاء الله 10 على 10. ده جولدن ميليندا ايطالي، اكبر شركه يعتبر في ايطاليا شركه الميليندا دي. ما شاء الله. ده سعره 55 ل 50 جنيه. انا شايف كريزه حاج مصطفى ابقى وديني عنده. هوديك عنده. الكمثرى جايه من جنوب افريقيا. طبعا. بص بقى يا سيدي، الكمثرى الجنوب الافريقي دي عايز اقول لك ان طعمها ملوش علاقه خالص بالكمثرى المصري نهائيا. طعمها رامي سنه معاك على اناناس، تحس ان فيها ريحه مختلفه، غير ان نسبه السكريات اللي فيها عاليه جدا جدا جدا. طبعا الكريز بس للمصداقيه في اخر الموسم. ما هو كريز بيشطب خلاص. الموسم بيروح كل سنه وانت طيب. يعني جوده 50 60%. الله. بص الكريز عامل ازاي، وبعدين الراجل حتى مش بيقول لك مثلا خد وخلاص، لا الراجل بيقول لك ده للمصداقيه ان هو خلاص في اخر الموسم بتاعه. اهو اللي ما لحقش يجيب كريز يا دوب يلحق يخطف له برنيكه من دول. بقى هنا برقوق سوري. برقوق سوري وبرقوق يوناني. برقوق سوري وبرقوق يوناني. ده برقوق سوري. بص بقى يا سيدي، اصل القلب الاحمر. الله اكبر. نسبه السكريات عاليه جدا جدا جدا. شايف شكله عامل ازاي؟ ده البرقوق السوري. اخواتنا السوريين مبدعين في كل حاجه، في اكل وفي فاكهه كمان اهو. ده بقى برقوق يوناني. برقوق يوناني. نسبه سكرياته اقل من ده شويه. اهو شايف برضه شكله عامل ازاي؟ ادي حبايتين اهو، ده اليوناني وده السوري. الخوخ ده تلاقيه في حاجتين، في الصيدليه وعند النحايف والتاكسي بس. الله اكبر. اللي عايز يتكيف يجي عند النحايف. ده ايه بقى؟ ده خوخ اردني. خوخ اردني. حاجه احلى من المانجا في الاكل. صلي على الرسول يكتر المحصول. انت لما هتيجي تروح تشتري خوخ الطعميه ده او خوخ الكحك ده من اي ماركت، انت مش هتلاقي المنظر الحلو اللي انت شايفه ده. الفريش ده لسه ما شاء الله لا قوه الا بالله. على طول دلوقتي. بص المنظر عامل ازاي؟ شايف المنظر عامل ازاي؟ حاجه ما شاء الله لا قوه الا بالله تفتح النفس. الكمثرى المصري دي بالصلاه على سيدنا النبي.
ثلاجه ولا خشابي؟ لا خشابي. خشابي. لسه الثلاجه بتنزل بس بتنزل متاخر شويه. طبعا انت عارف ان البلح ده فاكهه البلح، يعني الناس اللي عايزين يتكيفوا من طعم البلح حقيقي ييجوا ياكلوا البلح ده. نسبه السكريات 101%. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده بلح انتاج المنيا. طبعا انت سامع القرشه بتاعته 10 على 10، مسكر جدا جدا جدا. خش على عنب الكريمسون الممنوعات، عنب الكريمسون اللي مفيش منه. ده جودات بقى، في بص ده ب 25 جنيه وده ب 20 وده ب 15. 20 ايه؟ ده ب 25 افضل نوع. 25 جنيه؟ كريمسون ب 25 جنيه. استنى يا عبد الوهاب، استنى يا ابني، انت سامع اللي انا سامعه ولا ايه ظروفك؟ كيلو العنب الكريمسون ب 25 جنيه. السعر ده مش موجود ابدا. وبص الحبايه عامله ازاي، اتفرج وقول ما شاء الله لا قوه الا بالله على شكل العنقود وعلى شكل الحبايه عامله ازاي. بناتي مش عنب. بص مش عنب. بص شكل العنبايه عامل ازاي. عنب بناتي يعني يتباس ما في الصيدليه وعند نحايف والتاكس. ركز يا ابني في اللي احنا ده بيتباع بنقوله في منطقتين، عشان الكلام ده بفلوس. وعند نحايف والتاكس. حصل والله حصل، ما شاء الله لا قوه الا بالله. بسم الله. انا مش هتكلم، اكيد باين على وشي. تعالى. دي مانجا نعومي. الياف زيرو الياف. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. عايز بس افرجك كده ايه على الحبايه، ولا هي طريه ولا هي مخدوشه ولا هي مجعده ولا الهوا، حاجه فريش من الاخر ما شاء الله. صف واحد يا استاذ، بيبقى ميزه الصف واحد بس. يعني مفيش اللي تحت لازم بيعدي اقل درجه. ده تمام صف واحد. ما شاء الله الله اكبر. شايف المنظر عامل ازاي؟ الله اكبر عليك ما شاء الله لا قوه الا بالله. تعال. دي اسمها ار2. شايف كل المانجا دي البذره بتاعتها قد كده. اسمها ايه؟ ار2. ار2. ده يعتبر من انواع الاجنبي. ما شاء الله. ار2 هي دي فيها شبه من بيض العجل. دي فيها شبه من بيض العجل. بص المانجا عامله ازاي؟ زيرو الياف، ما فيهاش الياف خالص. اتفضل. يعني ما فيهاش شعر، مش تاكل بقى تقعد تتفتف. والمانجا دي انا اول مره اشوف النوع ده، اول مره اشوف الار2 دي. لا انت تدوق معايا. ما امتلكته اليد عفت عنه النفس. الله اكبر. لا جامده، حلوه قوي. دوق يا كركر، دوق بس ركز معايا. دي هايدي. دي هايدي. هايدي بيقولوا عليها هايدي، اسمها بنت. لا انا بنت تمام، البنوك. انا تمام والله الحمد لله. اقطع دي. لا استنى بس عشان خاطر هايدي. هايدي اهي. نداء الى كل ست اسمها هايدي، انت موجوده هنا في سوق العبور عند الحي والتاكس. لا جامده قوي. انا عاجبني موضوع هايدي ده، انا مكمل معاك في القصه دي. لسه في الحلو. تعالى استنى بقى. ياسمينة. ياسمينة الجميلة بالصلاة على سيدنا الله اكبر. ياسمينة. نداء الى كل نداء الى كل ست اسمها ياسمينة، انت برضه موجوده هنا. طب انت لما تبقى انت عندك ياسمينة وهايدي سبت لنا احنا ايه؟ وفي آية وفي أجنبي كتير. الله اكبر. وفي ليلى. يعني بقول لك ان في، ركز بقى معايا كده، بيقول لك ان في مايا وفي ليلى، وادي عندك ياسمينة وادي هايدي. انا ممكن جديد باظ. ايه؟ باظ. حاجه رهيبه. بص اللي انا عايز اقول لك عليه ان انت ممكن تيجي هنا، هو قال لك على 4 انواع مانجا باسامي ستات، فانت مش محتاج تتجوز 4، تيجي هنا تاخد 4 حبات المانجا دول وتلم نفسك عشان الدنيا ما تفرطش منك. بص دي من جوه مش الله اكبر. صلى الله عليه وسلم. دي المانجا العويسي الاسماعيلاوي، وانا هقول على حاجه دلوقتي والمعلمين هنا صححوا لي. انت لما تكون بتشتري مانجا وبالذات العويسي، اوعى تجيب مانجايه طريه، لازم تكون المانجايه ماسكه نفسها وتكون ناشفه. واوعى تجيب مانجايه مجعده، لازم تكون المانجايه زي ما انت شايف كده. بص بيقول لك مشطوفه، انا كنت هقول لك ناعمه، صححوا لي عشان ما نروحش في داهيه. فما شاء الله برضو ادي المانجا العويسي الاسماعيلاوي، اتفرج كده ايه على منظرها. ركز مع الكلمتين دول كده مع معلم اسلام، قول لي بقى. منجايه العويس حلوه، حلو، بس منجايه الفص احلى طبعا. تمام كده صح. كل منجايه بقى المعلومه الجديده ان كل منجايه اصلا ليها فص. اول مره اعرف القصه دي، هو انا اللي اعرفه ان الفص دي بتبقى حبايه من وسط العنقود بتاع العويس. تمام. صح هي كده. حبايه جواها بذره. البذره دي جواها جنين. حلو. الجنين ده مات. حلو. فاصبحت المانجايه فص كش. فتركزت السكريات اللي في الحبايه كلها في الحته الصغيره دي قوي. الكلام ده انا عن نفسي اول مره اسمعه. الجديد بقى ان كل مانجايه اصلا ليها فص بتاعها. حلو جدا. دي مانجايه نعومي.
دي جواها منجا بذرة. دي نعومي. البذره دي جواها جنين. حلو. الجنين ده مات. تبقى فص نعومي. دي فص نعومي. ايوه. السكريات كلها اللي في حبايه النعومي اتركزت في دي، فبتلاقي حاجه كده يعني. للي ما يعرفش، انا كمان اول مره اعرف زيكم. الهاي دي ليها فص والنعومي ليها فص. الله اكبر. فص. انا يا باشا انا كان اخري في الاكشن هايدي ورا. انا كان اخري في الاكشن هي حبايه الفص بتاعت العويس. فدلوقتي معلم اسلام قال لك ان كل منجايه وليها فص بتاعها، فدي فص نعومي حصري عند الفيجو وعند النحيف والتاكس. دي منجايه كنت. دي الفص بتاعها. يا عم ركز بقى عشان انا تعبت. يعني دي الام وده الجنين لما مات اصبحت دي. الله اكبر. دي طبعا بتبقى احلى بكتير لان السكريات كلها اتجمعت في ايه؟ كانك بتاكل كده حاجه مركزه. طب احنا ممكن نفتح دي؟ افتح دي هتلاقي حاجه. ما احنا نجرب، وانا والله هقول بصراحه هنجرب دلوقتي. هات لي كام حبايه فصل. هقول والله هقول ومش هقشرها. بسم الله. لا انا عايزك بقى تطلع البذرايه وتشوف ان مفيش فعلا حاجه فيها. ده حتى الريحه يا اخي مختلفه مركزه. يعني متجمعه كلها. يعني هي دي السكريات اللي موجوده في الحبايه اللي قد كده. الريحه تقيله جدا عن المانجا العاديه، يعني ريحتها ضاربه في بقك كله، والطعم بتاعها مسكر جدا، حتى البذره بتاعتها صغيره اصلا. بذره حاجه مشفوطه جدا خالص. ما هو ده بقى التركيه اللي انا بقول لك عليها كده. انت مفيش بذره. انا طلعت البذره. استنى، دي البذره اللي جوه المانجايه، ورقه سيجاره. ده شغل بقى جديد خالص اسمه عويس اجنبي. استنى بقى استنى. المانجا دي انا باكلها بقشرها. استنى خد دي. ملهاش بذره. خد دي. استنى امسك بقى. ده عويس اجنبي. انا باكلها بقشرها. نفسها جايه من بره مصر بس زرعت مصر، يعني انتاج مصري. مش ركز بقى عشان احنا هنا دلوقتي واقعين في حته احنا مش عارفين نخرج منها. هي بذره من بره مصر. زرعت جوه مصر. يعني الانتاج ده انتاج مصري. حلو. لكن البذره بتاعته اجنبيه. حلو جدا. هي شبيهه بالعويس بتاعتنا. من ناحيه الريحه ومن ناحيه الطعم. بس فيها ميزه حلوه قوي، هي كلها لحم. بذره مفيش اي شعيرات. حلو. دوق وحاجه برضو قطيع. العسل بتاعها اهو يا جدعان وربنا انا متدلع. انا كل ما بمسك حاجه بدوقها. بقول لك دي اسمها الحقيقي ايه؟ كاري. اسمها الحقيقي الاجنبي كاري. اسمها كاري من ضمن المانجا الاجنبيه. لكن احنا في مصر هنا اهوت بنقول عليها ايه؟ العويس الاجنبيه. العويس الاجنبي. زي معلومه ثانيه برضو. بس كده الحبايه دي. تعرف المانجا الصديقه؟ اعرف الصديقه. دي اسمها استون بالاجنبي. استون بالمصري بنقول عليها الصديقه الاجنبيه. شبه المانجا الصديقه بتاعتنا. اتحداك لو كنت شفت حد عمل فيديو في انواع المانجا اللي انت شايفها معايا دلوقتي دي. انت مركز يا ابني؟ يعني احنا معانا عويسي اجنبي وصديقه اجنبي بالمصري برضو. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تحس انك بتاكل ايه؟ مش مانجا بقى كده متدلعه شويه، ايس كريم. لا انا بلعت القشر. هو الموضوع مش مستاهل ان انت تقعد تتفتف وتطلع قشر بره. فعلا حلو قوي. والبذره مفيش والشعرات مفيش، فكلها لحم. الطعم. حبيبي يا عالمي بعد اذنك. حبيبي يا باشا ربنا يسعدك. عامل ايه يا حبيبي يا باشا؟ الله يخليك الله يكرمك حبيبي. الناس بقى بتاعت مصانع الايس كريم والكلام ده كله يحبوا الحاجات دي. حلوه جدا. بذره في شعيرات وطعم مسكر بالظبط. وفعلا ما بتفتفش، يعني انت ما فيش حاجه بتعلق في اسنانك. كل بالقشره بتاعتها على ضمانتي. انا باكلها بالقشره والله. لسه واكلها. تخيل دي بقى لما تكون ساقعه كده. لسه اقول لك على النقطه دي. ايوه بالظبط. تخيل دي وهي كده في الحر يعني هي لسه طالعه من الكرتونه وطعمها مسكر كده. تتسقع دي انت مش هتجيب مانجا غير دي. طب ممكن اسالك؟ ما يفسده العالم تصلحه المانجا. دي الصدر الحنين. ما يفسده العالم تصلحه المانجا. حمام محشي باللوز والمكسرات. العويس. بص المانجا العويس دي عامله ازاي؟ لسه جايه دلوقتي حالا واحنا واقفين. ما شاء الله الله اكبر. المانجا بتنطق. ده تاني انتاج للمانجايه دي، اسمها مانجا كريمسون على اسم العنب الكريمسون. بص المانجا عامله ازاي، حاجه كده بتنطق برضه. الله اكبر. ايه بقى عم زغلول؟ كريمسون اهو. عم زغلول جاي بنفسه بمانجا كريمسون. شبرا مصر. عامل شغل عالي قوي. مكاني شبرا مصر. خلاص كده خلاص كده يا عمي. حلو عندك عم مصطفى كله والله يا عم مصطفى. مكاني بقى الرحاب. على بقى اتحرك تجمع مدينتي. مكاني رمسيس وكلوب بيك. واحفظ اشكال الناس دي عشان الناس دي لما تروح تاخد من عندهم حاجه يظبطوك. مدينه السلام اسبيكو اسكندريه. ربنا مش حارمنا من حاجه. بص بقى في نهايه الجوله اللي احنا خدناها دي استاذنك كده تقرا الفاتحه وتترحم على الحاج محمود النحيف. هو ما شاء الله اللي معلم ولاده التربيه الحلوه دي والضيافه والناس اللي وشهم بشوش. ما شاء الله لا قوه الا بالله. تيجي هنا المكان
صدقني مش هتخرج منه غير وانت مرضي، وهتشوف اللي عمرك ما شفته.